بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم احنا في مناسبة من المناسبات العزيزة على قلبي كثير كثير كثير. صداقة وجيرة وأمور كبيرة. تربينا مع بعض ولله الحمد، وعشنا مع بعض في حي واحد ولله الحمد. خرجنا من الحي لكن القلوب ما زالت قريبة ولله الحمد. زواج بنت أستاذ محمد اللي هو أخويا وزميلي وصديقي وأخو صديق عمري وائل الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه. فودنا نعرف انطباع أبو العروس في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أول حاجة الحمد لله والشكر لله على كل شيء. انطباعي الحمد لله، أسأل الله أن يتم الفرح هذا على خير وسلام ونوفق العروسين. آمين يا رب. وأول شيء بتقدم لك بالشكر كأخ كبير أبو أخوي محمد صغير. أتمنى لهم التوفيق، ودائما تعرف أي أب يعني انطباع سرور وفرح وسعادة. وأتمنى من الله التوفيق لابنته أيا كان، يعني الشعور ما يوصف بأمانة، ما حتقدر توصف، لأنه فعلا الله شعور الأب باتجاه سواء الابن أو نعم. البنت شعور ما ينوصف، لكن أحيانا الإنسان يعبر ولو بشيء بسيط عن الشيء اللي هو قاعد يعيشه. والله قد ما نعبر ما نقدر يعني نبين للناس الشيء هذا، قد ما نعبر ما نقدر نبين. يكفي انك سويت لهم عشان يشوفوا انك سعيد وتبغى لهم السعادة. الحمد لله. الله أول شيء بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بنا في خير، وأنا زي ما قلت إني فعلا سعيد جدا بهذه المناسبة. فصلا يوفقهم ويسعدهم. وأخذنا لقاء بسيط، ولا كان ودنا اللقاء يكون مطول أكثر، لكن عاد للظروف اللي أنت تعيشها الوقت اللي تعيشه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسعدهم. وأنا والله تشرفت بالجيد. الله يجزاه خير. والله هذه بنتي وأنا أعتز وأتشرف إنه فعلا أكون موجود. الله يجزاه خير، الشرف والله لي، واسال الله انه يسعدكم زي ما سعدتوني في جيتكم. جزاك الله خير. الله يسعدك، ما قصرت. الله يجزاك الله خير.